عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. هنعمل بقى النهاردة كده كيكة لعشاق الشوكولاتة. الناس اللي بتحب الشوكولاتة تكون سايحة كتير كده قدامها، والناس اللي بتحب الكيكة الطرية والهشة، وان هي تكون غرقانة بصوص الشوكولاتة. هنعمل الكيكة دي، كل اللي هيجربها هيحبها ان شاء الله، وهتعجبكم بإذن الله. وحاجة كده يعني ملهاش حل. عايزة اقول لكم ان الكيكة دي ما كانش فيها ولا غلطة، كانت طرية وهشة وغرقانة بصوص شوكولاتة، مفيهاش ولا غلطة. كان طعمها خطير. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ الفيديو لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة. انا اسمي أميرة ودي قناة. ويلا بينا نبدأ. انا هنا كده معايا بولة حطيت فيها 3 كوبايات من الدقيق. بدأت ان انا انخلهم كده كويس عشان خاطر ما يكونش الدقيق فيه اي تكتلات او اي حاجة ماسكة في بعضها. بعد كده نخلت عليهم 1.5 كوباية من الكاكاو الخام، وبعد كده حطيت عليهم 2 كوباية من السكر. السكر ده مش كتير لان انا مستخدمة كاكاو خام. وبعد كده حطيت عليهم 1.5 معلقة من البيكنج باودر. وبدأت ان انا اقلب كل المكونات الجافة مع بعض. وبعد كده حطيت عليهم رشة ملح، وحطيت عليهم 2 كوباية من الزيت، وقدهم لبن. ممكن احط كوباية من اللبن، لو عايزين تكتروا في اللبن شوية مفيش مشكلة. وبعد كده حطيت عليهم بيضتين، وبعد كده نزلت عليهم بكيسين فانيليا عشان خاطر الزفارة بتاعة البيض. وبدأت ان انا اقلبها شوية، فحسيت ان هي ماسكة كده في بعضها، فكان لازم ان انا احط فيها مادة سايلة، فحطيت مية فترة فترة مايلة للدافية كده شوية يعني. ما تحطوش مية سخنة عشان خاطر البيض ما يستويش. فحطيت كوباية بس كفاية. وبدأت ان انا اضربها كويس، اقلبها كويس كده بالويسك. اهم حاجة تقلبوها كويس وتأكدوا ان مفيش اي مواد جافة مركونة تحت في قلب الطبق او البول اللي انتوا هتستخدموه. ولو حسيتوا ان العجينة بتاعة الكيكة تقيلة شوية، ممكن تزودوها شوية لبن. لو حسيتوا ان هي خفيفة ممكن تحطوا لها شوية دقيق. وهنا جوزي قال لي، كان معدي كده قال لي هاتي مقلب شوية، فاخد قلب. انا مش عارفة هو بيعمل ايه، بس هو كان بيقلب. وكده الخليط بتاعنا جاهز. بجيب اي قصدي صينية فرن، وببدأ ان انا احط فيها الخليط بتاعنا، وبخبطها خبطتين كده عشان تطلع كل الفراغات اللي فيها. بعد كده بدخلها الفرن على درجة حرارة 170. هي خدت لها حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع، يعني مخدتش كتير. في بولة بقى عشان نعمل الجناش، حطيت فيها كوباية من السكر، ونص كوباية من الكاكاو الخام، وحطيت عليها نص كوباية من الدقيق، وحطيت عليها 1.5 معلقة من النشا، وحطيت عليها 2.5 ل3 كوبايات من اللبن. بعد كده قلبتهم كويس جدا لحد ما كل اللي فيها ده يدوب كده ويمتزج مع بعضه. وبعد كده هرفعها على نار هادية، على نار متوسطة مايلة للهادية، يعني مش عالية قوي عشان ما تتحرقش من الجناب. واول ما يتقل معايا كده ويبقى تقيل، بنزل عليه بمعلقتين من الزبدة، وبعد كده بحط عليها رشة فانيليا. بعد كده بقلبها كويس لحد ما الزبدة كده تدوب، وبطفي عليها. وبعد كده بنقل الخليط في بولة. لو حسيت ان هو تقيل او متكتل شوية، ممكن تضربوه ضربة كده بالهاند بلندر. لو مش متوفر هاند بلندر ممكن تحطوها في الخلاط عادي، بس عشان لو فيها اي تكتلات تدوب معاها. اهم حاجة يكون الخليط بارد، يعني تستنوا لما يبرد خالص. هو لما بيبرد خالص بيتقل شوية. لما بتضربوه في الخلاط او تضربوه بالهاند بلندر، بيبدأ ان هو يبقى سايل معانا كده، ما بيبقاش تقيل يعني.
وبعد كده بجيب الكيكة بتاعتي، بعرف منين ان هي استوت لما بحط فيها خشبة واطلعها بتكون الخشبة نضيفة. بعد كده بخرمها كويس وبسقيها كده بنص كوباية من اللبن عشان خاطر تبقى طرية، وبسيبها شوية. اللبن يا جماعة بيبقى ساقع والكيكة بتبقى باردة. الكيكة ما بتبقاش سخنة، يعني ما ينفعش يبقى اللبن سخن والكيكة سخنة، لان ده بصوا تلاقي الكيكة بقت عجينة قدامك. لا، لازم كل حاجة تبقى باردة. حتى الجناش ما تحطوش على الكيكة غير لما يبقى بارد. وبعد كده بقى بحط عليها الجناش زي ما انتوا شايفين كده. بزينها بقى بأي حاجة عندي، ممكن تزينها برشة من الكاكاو، ممكن انا حطيت كده رشة من السبرينكلز. شايفين شكلها طرية وهشة غرقانة بصوص الشوكولاتة، وملهاش يعني ملهاش حل يا جماعة. طعمها خطير. الكيكة دي يا جماعة لعشاق الشوكولاتة، هي كلها شوكولاتة، كلها كده كلها كده بتتاكل كده كلها لحد آخر حتة كده، ما كانش فايض منها. خطيرة يا جماعة، جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ولو وصلتوا لحد هنا متنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، تعملوا شير، واكتبوا لي في الكومنتات لو انتوا بتضيفوا عليها اي حاجة زيادة. شايفين شكلها رهيب يا جماعة، صدقوني. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بكرة، واكتبوا لي بقى في الكومنتات حابين ان انا اصور ايه. باي باي.